تخيل معايا انك تفيق واحد النهارات من النعاس وتلقى التليفون ديالك تبغي تصفحه او تشوف الريلزات اللي صيفط لك صاحبك او الصديقه ديالك ولا، ولكن كلشي مقطوع، ما كاين لا واتساب لا انستغرام لا جوجل، وحتى المواقع البنكيه وايضا التطبيقات البنكيه كاملين طايحين، ماشي غير عندك ولكن المشكل في العالم كامل. في الثواني الاولى غادي يقولوا كلشي الناس في العالم بلي انه غير مشكل تقني بسيط جدا، ولكن في الدقائق الاولى غادي ينهاروا بعض الشركات واللي اهمهم ثلاثه، واللي هما مايكروسوفت وايضا جوجل وايضا واحد الشركه واللي هي امازون، حيتاش الخدمات ديالهم كاملين كيعتمدوا على الانترنت بشكل كبير جدا في الاعمال ديالهم. وزيد عليها ان هذا الانقطاع ديال الانترنت اللي وقع في العالم غادي يكلف مليارات الدولارات، وغادي يكلف الاقتصاد العالمي كيف ما قلت لكم ملايين الدولارات غير في بضع ثواني جدا جدا وفي الدقائق الاولى. الا عجبكم الفيديو بغيتونا نبداو، يلا خليو معكم شي لايك وشي ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. من بعد ساعه على الانقطاع ديال الانترنت او ساعتين غادي تبدا الازمه اللي كبيره بزاف، حيتاش البنوك كتولي مشلوله، ما كاين لا تحويلات لا اداء الكترونيه ولا تحويلات كيف ما قلت لكم. يعني الناس اللي كيستعملوا ولا كيعتمدوا بشكل كبير هاد الدول اللي كيعتمدوا على الاداء الالكتروني بالبطاقات البنكيه او غير عبر التحويلات البنكيه غادي يواجهوا واحد المشكل اللي صعيب بزاف، واللي هو ان الانترنت هي اللي كتساهم في التحويلات البنكيه هادو، وغادي يكون داك الشيء مقطوع نهائيا جدا. وهنا غادي نرجعوا للكاش، يعني حيتاش كاينين بعض الدول الا بغيتي ندير لكم عليهم شي فيديو اهم الدول اللي حتفت ومنعت نهائيا الكاش، ولانه ما غادي يرجعوا للكاش، وهذا الشيء ما غاديش يكون الكاش عند الناس، وهذا الشيء غادي يخلق واحد المشكل اللي كبير بزاف. وايضا المستشفيات اللي كيعتمدوا على الانظمه الالكترونيه باش يرتبوا المعلومات ديال المواطنين ديالهم غادي يتضرروا ايضا. نزيد عليها باللي حتى الطيارات هي كتاثر، حيت التواصل والملاحه كيستعملوا الانترنت بشكل كبير، ولو كان عندهم انظمه احتياطيه غادي يكون عليهم الضغط الكبير. دابا نطلعوا لواحد المستوى اللي خطير بزاف، واللي هو الامن ديال الدول الكبرى بحال الامن ديال الدول ديال الشينوا وايضا الولايات المتحده. عندهم انظمه مراقبه واتصال رقميه معقده بزاف، يعني فجاه الى تقطعت الانترنت على العالم شكل فجاه يقدر يكون فوضى والمخاوف ايضا والفوضى بين المؤسسات، وهذا الشيء ايضا غادي يخلق واحد الفوضى والتهديدات امنيه، حيتاش هاد الدول الكبار كيعتمدوا بشكل كبير على انظمه المراقبه والرادارات غير كيستعملوا الانترنت. يعني غادي هذا الشيء غادي يخلق يكون تهديدات امنيه، حيتاش ملي كتكون الرؤيه ضعيفه بزاف ايضا كيكون المخاطر كتكبر. ودابا غادي نرجعوا لواحد الجمله اللي انا دائما كنقولها بزاف وكنبه بها، بلي انه الحروب ما بقاتش غير بالصواريخ الباليستيليه وطائرات اف 35 والرادارات. مهم هذا الشيء ديال الاسلحه كاملين، بل يقدر يكون غير حرب سيبراني او هجوم سيبراني، واللي هو حرب سيبرانيه واللي هي هذا الهجوم السيبراني ممكن يخلق فوضى جدا. غير هذا بحاسوب وهاكرز كاين في هجمات على عده مواقع، وهذا الشيء اللي خلى انه الحرب السيبرانيه تكون اخطر من القنبله النوويه. دابا ندوزو للجانب اللي مهم بزاف واللي هو الجانب الاجتماعي. بزاف الناس منكم كيتواصلوا مع العائلات ديالهم غير بالتليفون، وكيتصفحوا الريلزات وكيتصفحوا جميع التطبيقات وكيخدموا بجميع التطبيقات غير من التليفون، وكيديروا خدمتهم غير من الحاسوب ديالهم او الطابليت ولا مهم شي جهاز الكتروني. وهذا الشيء غادي يخلق واحد الفوضى بين التواصل بين الناس، ما غاديش يبقى يعني ما غاديش يبقى نهائيا اتصال ملي غادي تقطع الانترنت، وما غاديش الناس يقدروا يتواصلوا مع العائلات ديالهم. وزيد عليها انه كاين واحد الجانب اللي ايجابي جدا جدا في القطاع ديال الانترنت، ممكن الناس يرجعوا يهضروا مع بعضياتهم وجه لوجه، ماشي غير بالتطبيقات ديال الدردشه بحال واتساب، ويعيشوا ايضا الحياه والواقع بلا شاشه رقميه. ولكن هذا الشيء غالبا غادي يكون مؤقت، حيتاش ما غاديش نهائيا مستحيل ان الانترنت تقطع لمده اكثر من شي 3 ايام ولا يومين، حيتاش هاد الشركات كيخسروا غادي يقلبوا دغيا على حل.
واقتصاديا التاثير الكبير اللي غادي تاثر به التجاره الالكترونيه كتوقف، والشركات اللي خدامه عن بعد ايضا كتوقف فجاه، وايضا البورصات العالميه ممكن تاثر، حيث التداول اليومي كيعتمد بزاف على الانظمه الرقميه، وزيد عليها انه هذا الشيء غادي يخلي واحد السوق مالي يهبط ويقف فجاه، وهذا الشيء يقدر يخلق خسائر ماديه اللي ما يمكنش لينا حنايا نتوقعوها، وايضا واحد الذعر اللي كيوقع في بعض الحالات. وزيد عليها انه واحد الحاجه خاصنا نفهموها، واللي هو ان العصر الرقمي ديالنا واليوم اي حاجه مربوطه بالانترنت لو وقع فيها ولو مشكل واحد غادي نتاثروا به كاملين حنايا في العالم كاملين. ولكن السؤال المهم بزاف في هذا الفيديو اللي حنا درنا عليه هذا الفيديو كامل، واللي هو واش هذا الشيء ممكن؟ صحيح ممكن، ولكن ماشي صعيب بزاف هذا الشيء، ولكن راه هو صعيب جدا جدا جدا، حيتاش انه هذا الشبكه ماشي غير شبكه واحده ولكن عده شبكات مرتبطه في بعضها، يعني انه كاينين عندها ايضا هي انظمه الحمايه والتكرار، ولكن كاينين سيناريوهات محتمله بزاف بحال هجوم سيبراني عالمي، عطب ايضا وعطب كبير في البنيه التحتيه، وزيد عليها مشاكل في الكابلات البحريه اللي كيربطوا القارات. وهذا الشيء ايضا اللي بالمناسبه بزاف الناس منكم كيظنوا ان الاقمار الصناعيه هي اللي كتنقل الانترنت في العالم. هذه عباره خاطئه، ولا بغيتونا نديروا لكم شي فيديو عليها نتعمقوا فيه ونحللوا، واللي هو انه هاد الشبكات والكابلات البحريه هي اللي كدوز اغلب الانترنت في العالم. وفي النهايه هذا الفيديو درت لكم باش نتوما تجاوبوني في التعليق واش نتوما مستعدين مثلا بحال هذه الكارثه الى تقطعت الانترنت، واش عندكم شي بدائل، وكيفاش نتوما غادي تخرجوا من هذا الشيء بدون اي تاثير على الخدمه ديالكم والمشاكل ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا معكم شي لايك وشي ابوني، ونتلاقاو في فيديو اخر مع شي موضوع اخر. كان معكم ايوب حكم، طلاو.